كما قال الإمام علي عليه السلام: سيأتي على الناس زمان تنقلب فيه الموازين، فيرفع فيه الظالم ويكرم، لا لعدله أو إحسانه بل لقوته وسطوته، فيصبح محبوبا عند الناس، يزين فعله ويبرر ظلمه، ويتنافسون في التقرب إليه والتملق له، حتى يغدو الباطل في أعينهم حقا لا جدال فيه. وفي ذات الزمان يذل الفقير لا لجرم اقترفه بل لفقره وضعفه، فيعامل وكأنه مذنب لمجرد عجزه عن مجاراة أصحاب النفوذ، وتسلب منه كرامته، وينظر إليه نظرة احتقار، فلا يجد من ينصفه أو يعينه. بل ويصل الأمر إلى أن من يتكلم بالحق ويجهر بالعدل يتهم بالباطل ويحارب كأنه صاحب الفساد، لأن كلمة الحق تزعج أهل المصالح وتهدد عروش المتجبرين. في ذلك الزمن تصبح الفضيلة رذيلة، ويرى الفساد إصلاحا، وينقلب ميزان العدل حتى يختلط الأمر على الناس، فلا يميزون بين الخير والشر، ويعمى بصيرهم عن رؤية الحقيقة. كما قال الإمام علي